السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا بأتم صحة وأحسن حال. اذكروا الله لا إله إلا الله، وصلوا على حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بحبكم في الله. بشكر كل اللي معايا في القناة من أخ الأخت. ربنا يا رب يجبر بخاطركم جميعا يا رب، جبرا يتعجب ليه أهل السماوات والأرض. دايما بتجبروا بخاطر وبتفرحوني في كل فيديو بنزله، مهما كان الفيديو بسيط، لكن انتوا دايما بتفرحوني وبتجبروا بخاطري كده وواقفين جنبي في القناة وبدعمكم ليا. ربنا يا رب يسعدكم جميعا يا رب، وما تقعوا في ضيقة ابدا يا رب، امين يا رب العالمين. وحابة طبعا قبل ما ابدأ الفيديو كده بشكر حبيبة ام فهد اللي دايما بترمي على تشكرات، واختي برضو مها عثمان اللي دايما برضو بترمي على التشكرات. ربنا يا رب يجزيكم خير ويسعدكم دنيا واخره. طبعا انا كان عندي مشكله في القناه، انا كان دايما بقول لكم ما ترموش على تشكرات لاني مش بستفاد منها حاجه. بس الحمد لله يعني كان في مشكله في القناه كده وان شاء الله اتحلت، والارباح اللي هي نازله على القناه ان شاء الله هصرفها باذن الله. وكل اللي رميتوه على تشكرات ان شاء الله بيوصلني. ربنا يجزيكم كل خير يا رب، ويخليكم ليا دايما يا رب، وما تحرمش منكم ابدا، ويجزيكم خير كل اللي معايا في القناه على دعمكم ليا. انا طبعا عمري والله ما عمري دايما كل فيديو بنزل بقول لكم حطوا لي اللايك دايما، اكتبوا لي كومنت حلو، دعوه حلوه كده بتفرحني وبتجبر بخاطري. بس انا المره دي والله بقول لكم اسمعوا لي الفيديو للاخر، واسمعوا لي الاعلانات اللي بتظهر، لاني محتاجه والله لكل جنيه من القناه بسبب الموضوع اللي انا فيه. فانا والله عمري ما طلبت منكم تسمعوا لي الاعلانات، قلت دي حريه شخصيه يعني. ربنا يجزيكم خير يا رب، اسمعوا لنا الاعلانات علشان خاطر ايه اللي ربنا يرزقني منها من القناه. يعني انتوا عارفين كده ان حتى يعني مفيش الا هي القناة، هي مصدر رزقي الوحيد يعني. ف فبتمنى تقفوا جنبي كده في الفيديوهات اللي بنزلها وتسمعوا لي الفيديو للاخر، وكل جنيه هيجي منها كده هيساعد معايا في اللي انا فيه. وربنا يجزيكم خير، وكده انتوا واقفين جنبي وبتفرحوني وبتجبروا بخاطر. ربنا يا رب يجبر بخاطركم وما يوقعكوش في ضيقة ابدا يا رب العالمين يا رب. يلا بقى روتينات النهارده كده حماس لكل اخواتي وامهاتي اللي معايا في القناه. ربنا يا رب يديكم الصحه والعافيه يا رب، امين يا رب العالمين. بس وطبعا بشكركم على دايما بتكتبوا لي دعوات حلوه، بستفاد منها وبقولها. والله انا كل فرد ربنا بصلي كده بدعي ربنا. انا يعني بصوا، ما اللي مع ربنا مش هينضم ابدا ان شاء الله. ربنا كبير ان شاء الله مش هينساني ابدا باذن الله، وان شاء الله الازمه اللي انا فيها دي هتعدي على خير ان شاء الله. انا عشمانه فيه، هو عشمانه في ربنا. يعني انا بصراحه والله العظيم من الايام اللي فاتت من كتر الهم اللي انا كنت فيه، لما كنت حاسه ان هيجرى لي حاجه، بس قلت خلاص انا ممكن يجرى لي حاجه وزعلي وكل اللي انا فيه ده مش هيعمل لي حاجه، فانا ايه اسيب كل حاجه على ربنا، وان شاء الله ربنا هييسرها معايا، هو لا بيغفل ولا بينام. بس وان شاء الله ربنا يخلص لي حقي ان شاء الله. مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل بس. وربنا كبير مش هينساني ان شاء الله وهيعوضنا خير. هما صحيح انا طبعا عارفه ان الحاجه اللي بتضيع مش بترجع تاني، بس ان شاء الله ربنا يعوضني ان شاء الله خير. بالنسبه لاخواتي اللي كانوا دايما بيكتبوا لي في القناه يا ام محمد ده مهر بنتك وكده، يعني ما ماشي يا حبايبي، هو مهر بنتي وكل حاجه، بس دي امانه ناس. هو دي امانه ناس مليش حق التصرف فيها خالص. دي امانه تفضل مع بنتي لحد ما تروح بيتها كده بالحاجه دي اللي جابوها. لا حق التصرف فيها لما تكون هناك في بيت جوزها. فاهمين؟ يعني هي ضاعت انسرقت اي حاجه لازم الحاجه دي اجيبها، لازم اجيبها عشان بنتي تروح بيها. فاهميني؟ هو مهر هاي وكل حاجه زي ما انتوا قلتوا، بس دي امانه ناس لازم ترجع مع بنتي، مش ماليش حق التصرف فيها. ان شاء الله ربنا ييسر كل حاجه ان شاء الله. ربنا كبير ان شاء الله، ويفرشها عليا من واسع باذن الله كده وبتمنى من ربنا كده ان انتوا تقفوا جنبي وفي القناه وتدعموني وربنا يا رب يسخر لي ناس طيبه كده تقف جنبي يا رب يا رب. بدعي ربنا والله. ربنا كبير ان شاء الله. ربنا يجزيكم خير يا رب، ويخلي لكم اولادكم وتشوفوهم احسن الناس يا رب، ويرزق كل مشتاق الذريه الصالحه، ويرزق البنات الحلوه اللي معايا في القناه بالزوج الصالح. كل نفسه في حاجه ربنا يديها له ويحققها له يا رب يا رب يا رب.
ويفك ضيقتي يا رب، ويسر اموري يا رب يا رب، لاني ماليش غير ربنا وان شاء الله ربنا مش هينساني يا رب يا رب. سامحوني طبعا لو كانت الفيديوهات اللي فاتت دي كلها كانت عليتها طاقة سلبية وكده، بس والله غصب عني، انتوا عارفين، انتوا دايما بتشاركوني فرحي وبتشاركوني حزني، والحمد لله انا راضية بكل اللي ربنا يديهولي، راضية بيه، ومسير ما بعد الضيق الا الفرج ان شاء الله. وربنا كبير، ربنا كبير. هنا يا حبيبي طبعا كنت بوريكم ان انا نضفت المطبخ وخليته زي الفل، ونزلت دخلت طبعا برضو على الحمام كده، وقلت اصبن الحوض واصبن الحيطان بتاعت الحمام، لان اكتر طبعا حتتين بيبقوا بيوسخوا في البيت المطبخ والحمام. طبعا عندي خلطة الكرود اللي بعملها، حتى الخلطات كنت بعملها وربنا بيرزقنا منها. منحتها بصراحة، يعني منحت ان انا بيها، يعني لان الست اللي انا كنت حطاها في المحضر دي كانت بتدخل، هي الوحيدة اللي كانت بتدخل البيت يعني عشان تاخد خلطة الكلور. بس الحمد لله على كل حال، ربنا كبير ان شاء الله. نزلت كده يا حبايبي على الحيطان بتاعت الحمام بالسلك والبريل كده وخلطة الكلور اللي عندي، قلت انضف الحيطان بتاعت الحمام، والروتين حماسي كده، تشجعوا مني كده من الروتينات البسيطة. انا عارفاكم انضف ناس واشطر ناس، ربنا يسعدكم يا رب ويجبر بخاطركم ويديكم الصحة والعافية يا رب العالمين. نزلت على الحيطان كده بتاع الحمام يا حبيبي، صبنت طبعا عشان بتجير بس الحيطان من الصابون وكده، لما يكون حد يشطف فبتجير الحيطان من الصابون، فبنزل عليهم طبعا بالسلك والبراد. طبعا السباكة بتاعت الحمام اللي ركبتها عليتها يعني طلعت مش الطقم اللي احنا كنا جايبين الحمام مش من الحلو. فان شاء الله برضو بعد كده في المستقبل ان شاء الله نبقى نغير الحاجات اللي هي الحنفيات ان شاء الله. بس نزلت كده يا حبايبي على الحيطان كده ونزلت كده بالمية كده وخليت الحوض والحيطان كده زي الفل. تعرفوا ان انا الايام اللي فاتت دي، يعني بصوا انا، يعني انا بصلي وعارفه ربنا والله، ومش ما وعارفه ان ما يعلمش الغيب غير ربنا سبحانه وتعالى. بس كنت بروح والله، يعني شفت المشايخ دي، عمري ما انا كنت يعني ما كنتش عمري كنت دايما بقول عليهم دجالين وكده يعني. بس والله يعني الايام اللي فاتت دي كنت بروح يعني عند ناس كده، بقول يمكن ربنا يبعت لي اشاره عن طريق حد منهم كده. بس والله وانا راكبه التوك توك ورايحه عندها بقول سامحني يا رب، سامحني يا رب ان انا رايحه الاماكن دي غصب عني، يعني مع ان لا يعلم الغيب غير ربنا سبحانه وتعالى. بس كنت والله ببقى زعلانه بيني وبين نفسي لما رايحه كده لا انا دايما بقول عليهم دجالين بس ادعوا لي كده ربنا ييسر اموري كده ويعدي الازمه اللي انا فيها ده على خير يا رب يا رب. لان متعرفوش والله الهم اللي انا فيه جدي والله، بس بهون على نفسي عشان ما يجراليش حاجه، وما عشان ما يحصليش الحمل اللي بقى تقيل جو عليا. انتوا عارفين الجهاز قد ايه بتاع العرايس، انتوا عارفين الجهاز قد ايه في مصر. ف... فانا كان همي كله ان انا بجهزها، دلوقتي بقى مش مصيبه واحده، بقت مصيبتين. الحمد لله على كل حال، ربنا يا رب ان شاء الله يفرشها عليا من واسع ويرزقني من حيث لا احتسب يا رب يا رب، انا وانتم يا رب يا رب، ويسر امورنا جميعا يا رب، وما يوجعكوش في ديكة ابدا ابدا يا رب، ويفك كربي وكرب كل مسلم يا رب العالمين. هنا يا حبيبي كنت خلصت الحمام كده، نضفته وخليته زي الفل، وكان الجردلين دول بتوع بملاهم كده وبحطهم على الحوض يعني. صبنتهم برضو كده بالسلك والبريل، وقلت قلت املاهم كده واركنهم، لان طبعا بعد ساعة المية بيبقوا قافلينها خالص. بس بصراحة الحمد لله والشكر لله، يعني الموتور نفعني يعني بصراحة، يعني انا من غير الموتور ما كانش بيبقى ما فيش بلعة مية في البيت. فالحمد لله والشكر لله، وان شاء الله ربنا ييسرها، وما بعد الضيق الا الفرج، ربنا كريم ان شاء الله.